مين فينا ما نفسوش تجيله فرصة يغير حاجة حصلت زمان وأثرت عليه دلوقتي؟ بس اللي انت ما تعرفوش ان اي حاجة هتغيرها في الماضي هتغير مستقبلك. دكتورة بتسكن في بيت جديد وبالصدفة بتخش أوضة الكراكيب اللي في البيت، بتلاقي تلفزيون. أول ما بتفتح التلفزيون بتلاقي طفل المفروض إنه مات من 25 سنة وفي حادثة في نفس البيت، بيقدر إن هو يكلمها وتكلمه، وكمان عندها فرصة إن هي تنقذه. بس المشكلة إنها كل ما بتحاول تنقذه بتلاقي نفسها بتغير حاجة في حياتها وبتغير حاجة من مستقبلها اللي هي المفروض عايشاه. ميراج واحد من افضل الافلام الاسبانيه اللي ممكن تتفرجوا عليها، توتر ومفاجآت وهتحس وانت بتتفرج انك جوه لغز وبتحاول تحله. الفيلم التاني بيحكي عن شاب بيفتح راديو قديم عنده في البيت، وهو بيظبط التردد بيلاقي شخص بيتكلم على نفس التردد ده، والمفاجأة ان الشخص ده ابوه اللي مات من سنين في حريق. بيبداوا الاتنين يتكلموا كل يوم، الاب بيحاول يستخدم المعلومات اللي ابنه بيقولها له عشان خاطر يغير مصيره ويتفادى الحادثه اللي مات فيها زمان، بس مقابل كل فعل بيحصل تغيير في مستقبل الشاب، وهنا بقى لازم الاتنين يشتغلوا سوا عشان يصلحوا اللي بيبوظوه مع الوقت. فريكوينسي فيلم غموض وواحد من اجمل افلام السفر عبر الزمن، في لمسه كده دراميه وعاطفيه هتعجبك قوي. فيلمنا الثالث بعتبره افضلهم واكتر فيلم ناقش موضوع اثر الفراشه بشكل قوي. الفيلم بيحكي عن شاب عنده مشاكل في ماضيه وفي طفولته، بيكتشف انه لما بيقرا مذكراته بيقدر انه يرجع يعيش اللحظات دي من تاني، فبيحاول ان هو يغيرها. وهنا بقى بيكتشف انه كل ما بيغير حاجه في اللحظات اللي بيرجعها دي بيخلق واقع جديد اشد قسوه من اللي قبله، وبرضه ما بيعجبوش وما بيلاقيش فيه راحته، فبيلاقي نفسه محبوس في دوامه ما بتخلصش. هو مش عارف يرجع اللي فاته ومش عارف يرجع مستقبله زي ما كان. ذا باترفلاي افكت الفيلم ده مؤثر جدا جدا، وواحد من الافلام الايقونيه اللي اتكلمت عن السفر عبر الزمن وبشكل مختلف. بالمناسبه الفيلم ده له 3 اجزاء منفصلين، شوفوا الاول بس وسيبكم من التاني والتالت. انت بقى لو جاتلك فرصه ترجع بالزمن وتغير حاجه هتغير ايه؟